أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشتركي الأعزاء، مرحبا بالجميع في هذا الفيديو بعد هذا الغيبة. اعذروني، كانت عندي أشغال ومرض وما إلى ذلك. هي الحياة هكذا، كفاح وعراك. اللهم لك الحمد. جبت لكم هذا الفيديو كنت مسجلاته تقريبا راه في شهر باش نحطه في القناة، لكن ما كانش عليه الصوت. المونتاج درته والصوت لا. هذا السداسي، هذا الفوركس السداسي كنت خدمته عند صفحة بمعسكر، راح نخلي لكم الرابط تاعها، والقاعدة تاعها خدمتها عند نجار. مانيش عارف كيفاه ما جاتنيش الفكرة باش اللي يخدم لي فوركس هو اللي يخدم لي قاعدة بالام دي اف، لكن في المرة الثانية خدم لي القاعدة مع السداسي، كان حضرهم لي وانا درت لهم هاد لا ديكوراسيون. وزنت الداخل السداسي، توزنوا القياس اللي داخل السداسي وديروها مرآة. ماذا بيكم ديروا لها باترون وتدوها لمحل الزجاج يدير لكم مرآة. هذا هذا القطعة تاع الخشب اللي دارها لي النجار، ماهيش خشب، راهي نجارة، هنايا عجينة النجارة. راح ندير لها باتيكس، غراء باتيكس. الغراء هذا لازم نديروه في الجهتين، ولازم نتركوهم واحد 5 دقائق ثم نقفلوهم مع بعض، نعطوه الوقت باش يدير الفعالية تاعه ثم نقفلوهم مع بعض. هنايا درت القاعدة أو الحافة اللي راح نثبتها على القاعدة ونخليهم بعض الدقائق ثم نقفلهم مع بعض، ثم بعد ذلك نروحوا لمرحلة إلصاق المرآة. عملية بسيطة جدا. هنايا بعد ما مضت حوالي 10 دقائق نحاول نجيب كل الزوايا مع بعضها. قادرين نستعملوا أيضا غراء دو زونا، لكن هذا يبقى أرخص. دو زونا أيضا يفي بالغرض. هنا كنت درت أنا 3 السداسي في الأسود، عفوا 2 سداسي أسود و2 سداسي في الأبيض. نفس الشيء راح نديره مع المرآة باش نثبتها، لكن هنا داخل المرآة راح ندعم بالقليل من السيليكون. بلاطو ميغوار عصري جدا. الفوركس راه موضة، راه راه في كل الديكورات العصرية، ويبقى أجمل من العقاش ومن الكافيار ومن كل هذه الأشياء التي تتناثر، والمدة تاع الصلاحية تاعها قليلة بزاف. هذا راح يبقى ديكور للتسريحة، ديكور للشموع، ديكور لأي الأشياء اللي نحبو تبان فوق الصالون أو التسريحة فقط. هذا لا يكون للحلويات أبدا. هنا ما هذا ليس للحلويات، كل حاجة وعندها الدور تاعها، كل ديكور وعندها الدور تاعه. ما نخلطوش الأشياء هكذا ومن بعد تفسد لنا ونقولوا كيفاش فسدت لنا. هنا نظفت المرآة بلانجات وراح نعاود نشفها. لازم نديرو حاجة ثقيلة فوق المرآة باش تثبت. هنا راني نعين، لقيتها أنها ثبتت. ضروري ديروا حاجة ثقيلة على المرآة، تغطوا المرآة ببلاستيك وتحطوا حاجة ثقيلة حتى تثبت معكم المرآة جيدة، ما تعاودش تنفصل. هنا عندي هذا القالون، كنت مرة وريته لكم، أنا خدمت به بلاطو ميغوار لوحده
وبقى لي منه هذا راح نغلق به هذيك الفتحتين تاع الفوركس. هنا السيد اللي خدم لي او صاحب الصفحه اللي خدم لي الفوركس دار قطعه فوق قطعه، يعني خدمه كما نقولوا حنا متينه، ما دليش قطعه رقيقه تاع 1 سنتيمتر، لا هو خدمها على العرض تاع الفوركس. حتى القطع هذيك اللي تجي لداخل يعني عطاهم لي، وانا راح نشوف اش ندير بيهم القطع اللي يجوا وسط السداسي. هكذا هنا هذا القالون ما عندهش لصقه، هنا راح نثبته ب 7000. وهنا ضروري نقصوا القطعه، ما ندوروش كيما دورت انا، لان كي دورت انا هكذا بقى الهواء يدخل ويخرج. ضروري تقصوا عند كل ضلع، تقصوا القالون. هنا عندي بليكسي، باكيت تاع البليكسي، راكم تعرفوها كلكم، راهم يستعملوها للزجاج، يستعملوها لعلب العروس الزجاجيه اللي يدو فيها الزهاج. راهي وحده كتبت لي كومونتير اليوم الصباح هضري بالدارجه. أنا نهضر بالدارجه، لكن مرات نحب نستعمل الفصحى حتى يتمكن الاخوات من الدول العربيه فهم اللغه العربيه. ماهيش يعني ماهيش بعيده علينا، قريناها كامل. واللي تقول ما نفهمش العربيه يعني والله مانيش نهضر يعني بالفرنسيه او بالانجليزيه، هي عربيه القران. كيفاش راكي تفهمي القران اذا؟ يعني السؤال يبقى مطروح. نحاول باش نجيب القصاصات هذو تاع ملتقى الزاويه، نجيبهم مع بعض. لكن تعرفوا ان المقص ما يقصش مثل الماكينه، هو كي يقصهم عنده ماكينه تاع اللازر تقصهم محددين، عندها بروغرام. تعرفوا بلي الباكيت عند هذاك الغشاء البلاستيكي من فوق اللي يحميها، ضروري يعني ننزعوه كي نكملو الشغل تاعنا. انا استعملت البانس لكن ما قصديش مليح، استعملت المقص. نحاول نجيبها هنا. هذا الباكيت طبعا فيها ستيكر تلصق على الأسطح اللي تكون هكذا مثل الخشب مثل الزجاج بسهولة، فقط ما تكونش يعني المادة اللي كي تلصقي عليها ما تكونش دائرية. كي تكون دائرية راح تتكسر، لكن كي تكون هكذا مسطحة تلصق بسهولة. ورحب بالمشتركات الجدد، دخلوا مشتركات بزاف يعني. فرحت بوجودهم. القناة راهي تتفاعل، راهي تطلع في المشاهدات حوالي 18,000 مشترك. أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن أكون قد أفدتكم وأفيدكم في المستقبل بحول الله. انظروا هذا الغشاء ضروري ننزعوه. وهكذا حصلنا على هذا البلاطو البريستيج، بلاطو يعني يتباع بأغلى الأثمان. الأسعار تاعه يعني هو فعلا يعني السعر تاع هذاك هو الفوركس غالي، باعه لي حوالي القطعتين ب1500 دينار. مع نتوما تزيدوا تخدموا له هذو تبيعوهم حوالي 2500 دينار. هاد الكؤوس خدمتهم وحدي. درت قبلا درت الصباغة السوداء دوائر صغيرة، ثم دورت عليها جليتر، خليتهم يجفوا، ثم درت البخاخ وسط الكأس. كي جف مليح درت هذاك اللصقة تاع او ستيكر تاع لوي فيتون من فوق. هذا هو الشكل تاعهم. راح نديرو فيهم شمعة إلكترونية. حذاري ما تجيش فيهم الشموع تاع البارافين او الشموع الطبيعية، ما تجيش فيهم، تجي فيهم فقط شمعة إلكترونية بهذا الشكل. نشوفوا الديكور. البلاطويات هذو 2 بدون كؤوس، السعر تاعهم 2000
دينار جزائري. انظروا إلى هذا الجمال. هذه درت لها خطوط بالصباغة السوداء، ثم صبغتها ببخاخ بي أبيض، جات مثل الرخام، ثم درت ستيكر تاع شانيل، جات جميلة جدا. وهذا في اللون الأبيض.